بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. وش راكم البنات؟ لاباس ان شاء الله يا ربي ديما تكونوا بخير. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد فارزقنا عفوك إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين. واش راكم نتوما البنات؟ لاباس؟ واش راكم مع الايامات هذو الاخيره؟ ان شاء الله يا ربي يتقبل منا ومنكم اجمعين يا رب العالمين. جيتكم بهذا الموديلات البنات تلبيه لطلباتكم. ام زينب دير لنا موديلات خفيف بزاف واقتصاديين. شوفوا عندي لهنا 500 غرام تاع مارغرين يعني رطل، زدت نفس العلبه نكيل بنفس العلبه. شوفي هذه العلبه اللي نقصت منها حوالي صباع ونص هكذاك ولا زوج صباع تاع سكر كلاصي، ودرت باط تاع نشا. راح نفرغ كلش مع بعض وراح خطركش ندير فيه الزيت. بما انه فيه الزيت مانيش راح نعجنو بزاف، تسمى غير الرون، مش كيما الصابلي هذاك العادي نعجنو هذيك المارغرين قبل او نضربوها بالباتور. هذا راح نعمر كلش كيما حنا نقولوا نفرغ كلش مع بعض ومن بعد نولي نعجن. عندي علبه تاع كاطو بيمو يا البنات، كاطو بيمو تشريوه عادي او اي كاطو تحبوه، المهم يكون ثاني بنين. الزيت نفس الكيل مع سكر كلاصي، يعني ناقص كيما حنا نقولوا صباع ونص او زوج صباع، ها كل وحده وصباع تاعها كيفاش جاي. انا نقصت منه حوالي صباع ونص. وحده كتعود عندها صباع رقيق نقصي زوج صباع. هكذا يا البنات نخلط كلش مع بعض بلا ما ننساو هذيك لافاني. هكذا نخلط ومن بعد نزدت 6 بيضات، زدت 6 تاع بيضات. دوكا واش درت يا البنات؟ قسمت العجينه على زوج، او بالمعنى الاصح شوفوا كيما حنا نقولوا الكبير، النسبه الكبيره خليتها في القصعه واللي شويه درتو في الطبسي هذاك تاعنا. واش راح ندير دوك هذا اللي خليته في القصعه راح نخلط له باكي تاع فلون فاني هكذا. وكل وحده واش عندها امكانيات، ما عندكش ما ديريش هذاك الباكي تاع فلون فاني. راني انا نعت لكم الوصفه كيفاش راهي، واللي ما عندهاش تقدري تنقصي. والكاطو شوفوا بيمو تقدروا تستغنيو عليه وشنهي والله غير يزيدكم النكهه ما شاء الله. زدت وحده تاع خميره كامله، راني نحيت كيما حنا نقولوا قسمت العجينه على 3. هذاك ثلث خليته وحده، وهادو زوج نصاص راني درتهم لهنا. الصوت تاعي راه جاي نادي خاطرك راني في داري لتحت كي عاد فرغانه الصوت راه ينادي هكذا، سامحوني يا البنات. ها حكمت هذيك العجينه درتها كامل بالفرينه. دوك لهنا واش جيت درت، ها شوفوا هذيك شكارت كاليبسو اني قسمتها على زوج. كاليبسو تعرفوه اللي يديروه شربات يعني معروف، قسمتها على زوج. نص اني درتو من هي في الغرفيه. قلت راحيل ما طيشيش الساشي، دوك ولي قلبي النص الاخر ثاني في الساشي. ودرت لاروم تاع الليمون. ذوبت هذيك الكاليبسو مليح، ومن بعد زدت مغرفه واحده تاع خميره. البنات هذيك العجينه الاولى درت فيها واحده تاع خميره خاطركش كيما حنا نقولوا العجينه بزاف. اما العجينه الثانيه درت فيها ملعقه صغيره باك تاع قهوه. بعد ما خلصت ما نخليوهاش طريه بزاف خاطركش بما انه فيها الزيت ما نخليوهاش طريه. اني نقول لكم نقول لكم كنا نخليوها طريه بزاف كيما الصابلي العادي لو كان تخرج لنا الزيت. شوفوا انا كيفاش جات ما شاء الله. حللتها هكذا زربت شويه في الفيديو البنات، سامحوني خاطرش جا طويل بما انهم 4 انواع تاع كاطو لازم نولي نزرب. راني نشرح لكم بالتفصيل الممل. ما نديروش العجينه هذيك خشينه بزاف. انا راني رققتها شويه. دوك نعرفكم السمك تاعها. العمليه هذه ديما ديروها كي تحلوا وتخلصوا، حاولوا كيفاش ترطبوا هكذا من فوق باش تجيكم كامل قد. راح ندير انا الموديل الاول اوفال، وانتم خيروا واش تحبوا، تحبي اوفال تحبي مربع تحبي قلب، يعني الاختيار ليك انت، مش شرط ديري كيما درت انا نعطيك الوصفه وانت دبري راسك كل موديل واش تحبي ديري له. شوفوا السمك تاعو ماهيش خشينه خلاص. ها دوك نولي نطبعها كامل ونطيبها نولي للشكل الثاني. هذه العجينه يا البنات اللي فيها لافاني، هذيك العجينه تاع كاليبسو راني خلصتها. طيحت لي حوالي 35 حبه، كي نديروا حبه فوق حبه 35 حبه، تما طيحت لي 70 وحده. كي نلصقوها على زوج 35. شوفوا البنات هذا الموديل تاع الكاطو طيحوا لي كامل 35 واحد استغفر يا ربي، واحد طيح لي 36، واحد طيح لي 35 ابار هذاك الاخر تاع النوكا طيح لي كثر.
دوك تشوفوا الوصفات كامل. هذا الموديل الثاني درتو كعكعات كيما راكم تشوفوا هكذا. ها اللي عندها ميزان توزن 35 وتطبع، واللي عاد السيليكون تاعها صغير تطبع 30، خاطرش السيليكون او يتفرقوا. انا والله غير الميزان تاعي البنات نسيتو الفوق في داري اللي كاريتها على بها ما وزنتش. ها درت عيني هي ميزاني باش يجيونا كامل على بعضها. حطيتهم يطيبوا دوك وليت للموديل الثالث. درتو ثاني هكذا قلوب، طمعتو قلت لكم طبعتو كامل هكذا قلوب، وانتم ثاني خيروا الشكل اللي تحبوا. ديما نقول لكم البنات كل امراه في البيت عندها لمستها الخاصه. بعد ثاني ما حطيته يطيب جيت العجينه تاعي الاخرى. شوفوا اني زدت لها شوي فرينه، انا حبتها تكون يابسه. الموديل هذا اللي درت لكم على الاول بصح وشني بدلت فيه الشكل. وتاع الاول درت فيه الكوكاو، سنا الكوكاو غالي بزاف، وراني حاولت كيفاش ندير لكم موديلات اقتصاديين جدا في متناول الجميع. قلت لكم زدت لها شوي فرينه وربيتها هكذا. هذا الكاطو انا نديرو او بمعنى صح نقولوا النوغا. شوفوا بعد ما طاب الصابلي تاعي تقولوا لي علاش كيعد فيه الزيت بزاف ولا راهو ما يجيناش مليح. شوفوا الله يبارك كيفاش جا. والله غير الوصفه تستوعي كامل مدهم بكل مصداقيه. شوف كيفاش جا ما شاء الله، والحبه قد اختها، يعني ما تقولوش تعود كيعد فيه الزيت ولا راهو يفزت لي ولا. كي طيبته خليته برد لي. شوفوا جبت لهنا 250 غرام تاع ماكارين، 250 غرام تاع ماكارين. انا هذه الكونتيتي راهي دايرت لي حبات الكاطو وفضلت لي خاطرش انا نحتاجها بما انه عندي لي كوموند على بها راني كثرت. شوفوا في 250 غرام تاع ماكارين انا نخدم كريمه. درت كاس تاع سكر كلاصي، 250 غرام تاع ماكارين، درت كاس سكر كلاصي، زدت له هذاك النص الاخر تاع الكاليبسو، حطيته لهنا في البيترا تاعي. اللي ما عندهاش بيترا تقدري ديري باتور عادي. حطيتها في البيترا حتى نطلع مليح، ومن بعد كي يطلع ويخلص واش نزيد لها؟ زدت لها حوالي 2 مغارف ولا 3 تاع كريم شونتي ونزيد نطلعها. شوفوا هذه كريمه الزبده تجي ما شاء الله، جربوها البنات ما تندموش عليها. هذه تصلح كما نقولوا للحشو تاع الباتيسري او الحشو كما احنا نقولوا تاع الكاطو. ها تجي متماسكه وتجي ما شاء الله. نزيد نذكركم 250 غرام تاع ماكارين، كيس تاع سكر كلاصي. انا كي درت فيها الكاليبسو بما انه الكاليبسو حامض باش يمد لي هذاك الطعم الحامض، درت كيس تاع سكر كلاصي. بعد نتوما كتعود كريمه عاديه تقدري ديري كيما حنا نقولوا كيس غير ربع ولا. شوفوا كيفاش جات متماسكه. بعد ما خلصتها وليت فرغتها جبت دوك البيترا تاعي والله ما غسلتها، خليتها يعني كيما حنا نقولوا كرتها برك. زدت درت 250 غرام تاع ماكارين، كيس غير ربع تاع سكر كلاصي، وزدت لهنا لاروم تاع الفريز باش يجيني الطعم فريز هكذا. ونزيد نخلطها مليح حتى توجد معنا لك. هنا رجعت لكم البنات. شوفوا هذاك اللي الكريمه تاعي لا اله الا الله محمد رسول الله. الكريمه تاعي اللي درت فيها الكاليبسو لاروم تاع القارص، هاني جيت درتها لهنا في لوفال اللي كنا ثاني درنا في العجينه كاليبسو هكذا. درتهم كامل ومن بعد نولي دوك نسكر. واحده ندير فيها الكريمه والاخرى نسكر بها. شوفوا ها حبيت كامل جاو قد بعضهم كما قلت لكم. الشتا راهي بالزيت، العجينه فقط البنات ما تخليوهاش طريه كيما تاع الصابلي. عن بالكم كون تخليوها طريه قادر حتى تخرج لكم الزيت، بصح هذه تجي شوي ماشي تيبسوها، يعني ما قلتش يبسوها، تجي شوي رفد برك على الصابلي في الفرينه. ولي تعود الفرينه تاعها كيما حنا نقولوا تتشرب وتنشف، ديري قيس من بعد راهي تولي تتشرب وحدها هكذا كامل. ومن بعد دوك نولي نروح للموديل الثاني. راني نخدم بشويه يعني ما درتكمش بالموديل وخلصته وكلاصيته. شوف جبتها كيما حنا نقولوا على بعضها ندير ومن بعد نولي نكلاصي. جيت لهنا للشكل تاع القلوب، هذيك كريمه الزبده تاع الفريز. شوفوا كيفاش درت غير في الحواشي فقط، ما درتش في الوسط. ها ندير في الحاشيه، اما في الوسط درت انا صوفيا كراميل. صوفيا كراميل البنات انا راني ما شريتهاش، خدمتها. دوك تشوفوني من بعد في الاخير كيفاش راهي صمت. نعت لكم انا واحد النهار هكذا في الفيديو كيفاش خدمتها تجي ما شاء الله. خدمتها انا في هذاك الوقت
بودرة الحليب. سقساوني بزاف، قالوا لي بزاف، سقساوني قلت لكم بزاف سقساوني بزاف البنات، قالوا لي زينب باش نجربوها بالحليب. قلت لهم حبسوا حتى نجربها انا، لا صلحت بالحليب صلحت، لما صلحتش نولي نديرها بالحليب باللحظه احسن. جربتها بالحليب في بلاصه نص كاس ماء ونص كاس لحظه درت انا كاس حليب. يعني الوصفه راكم تلقاوها بالتفصيل، اللي ما قدرش توصل ليها والله راني نعاودها لكم بربي ان شاء الله كاش نهار. ها زدت درتهم كامل هكذا، نحيتهم على الطريق ومن بعد نبدا نقلاصي. شوفوا هذا راني حطيته في المجمد ديال البنات باش هذيك الكريمه تاعنا تنشف خلاص، والشيكولا تاعنا ثاني اي سخونه. كي تكون سخونه البنات لازم تكون هذيك الكريمه كيما حنا نقولوا جامده باش هذيك الشيكولا ما تذوبناش الكريمه تاعنا. حطي بالحبات، انت اذا درتي كميه كبيره حطي بالحبات، مثلا حطي ب 15 حبه وتجبدي ب 15 حبه وتجبدي حتى تكملي كامل. شوفوا الشيكولا تاعنا كيفاش راهي سخونه. خلطت لها انا الزيت في كل رطل تاع شيكولا، ديروا حوالي 2 مغارف كبار تاع الزيت. ها نقلاصي هكذا. راني حاطه من هي التليفون قدامي، مرات نهضر مع زنوبه، مرات راحي قاعده قدامي تتفرج لي ماهاتينا تموت على هذاك الرسوم تاع هايدي. بكل صراحه انا ثاني والله غير نموت عليه، كل مره نعاودوا معاها. الجيل الذهبي يعني كي الجيل الذهبي الرسومات اللي كنا نتفرجوا فيهم ما شاء الله. قلاصيتو هكذا كامل، مازلت ما قلاصيتوش حبه واحده. شوفوا البنات لهنا عندي بندق، شوفوا اللي ماش قادره تشري البندق قادره تشري 20 بندق، ماكش قادره ماشي شرط انك ديري اي ديكور واحد اخر، ديري هذاك الورد هذاك المجفف، ما ديريش مره ديري خطوط بالشيكولا. كيما قلت لكم البنات ماشي شرط انكم ديروا كيما انا نعطيكم الوصفه فقط وانتم وليو خيروا في الديكور تاعكم. ما عندهاش الامكانيه مره احكمي خطوط تاع الشيكولا سوداء او بيضاء وديري خطوط هكذا من الفوق في نص القلب، ونص القلب خليه هكذاك، او ديري مربع او مثلث كيما حبيتي انت. جبت لهنا القطايف تاعي، شوفوا كيف حمرتها بزاف. اما لهنا جبت التوفيه وخلطت لها شويه تاع الشيكولا. عبالكم التوفيه كنت محتاجتها على بها، ما حبيتش ندير كامل، خلطت لها شويه تاع الشيكولا باش تكفيني. جبت لهنا على الحواشي، شوفوا كيفاش راح بالبينسو فقط، ها بالبينسو هكذا على الحاشيه، ها ونولي ونغمس في هذيك القطايف البنات حمروها مليح. اني ما درت لها لا زبده لا والو، ما درت والو في ديك القطايف، يعني جبتها كيما راهي حليتها، شعلت لها من تحت تحمص، زدت شعلت لها من الفوق، في ما درتهاش في المقله ولا درتها في الفور. ها نديرهم هكذا على الحواشي ساير داير. قلت لكم نتوما واش حبيتوا ديروا الشكل. بعد ما خلصت جيت لهنا الكعكات تاعي شيكولا بيضاء ثاني ذوبتها. راني قلت لكم كيفاش تذوبوا الشيكولا المره اللي فاتت. احكموا ثاني درت لها 2 مغارف تاع زيت، هذا ورطال تاع شيكولا درت لها 2 مغارف تاع الزيت باش تجيني شوي سائله، وحكمت هذيك الكعكات تاعي نص فقط، ما درتش فيها كامل، راني درت غير النص، ونقطرها مليح ونحطها ها هكذا. راني نديرها قطعه بلاستيكيه في البلاطو باش من بعد تسهل عليا الشيكولا كيفاش نولي نهزها. ها هكذا. بعد ما خلصت كامل هذيك الشيكولا، شوفوا البنات واش جبت. انا جبت لهنا قفريط. القفريط هو المليح تاع الكاطو، هو الوفاق، يعني ماهوش محشي بزاف كيما حنا نقولوا بالشيكولا، وكي ترحي لك ما يجيكش معجن. كانت عندي شويه تاع البنديبيس خلطته لهذاك القفريط. اللي ما عندهاش بنديبيس ثاني ماشي شرط ديري، انا راني نقول لكم برك وانتم الاختيار لكم. ها ما حبيتش ندير لكم بالكوكاو، انا مولفه نديرو بالكوكاو، بصح كي عاد الكوكاو غالي راني نمد لكم غير في الوصفات الاقتصاديه. تشري قلت لكم باط كفريط 35 حبه، انا والله درت لي غير باطه ماشي باطه كامله يا اخي. الباطه نلقاو فيها واحد 2 باطات، انا فرغت لي غير باطه مع شويه تاع بيس، ثم مثلا ديك الباطه تكفيكم. بعد ما خلصت خلاص جبت لهنا شيكولا سوداء، درت خطوط هكذا، ها درت فيهم كامل في ديك الشيكولا البيضاء فقط، درت خطوط هكذا بيض، خطوط بالشيكولا السوداء. خلصت مرة يا البنات، دوكا جايه للموديل الثالث. واش راح ندير؟ عندي له لاروم تاع القارص، درت شويه صبغه صفراء،
زدت 2 كيسان تاع حليب. انا ما حبيتش نكيل بالكاس كبير وما عنديش كيما حنا نقولوا غرفيه صغيره باش نكيل بها. نتوما كي ديروا مثلا ديروا كاس تاع حليب، ديري نص كاس تاع مازار ونص كاس تاع الزيت. راح ندير كلاصاج لهنا. انا كي عاد ما عنديش كاس كبير وليت درت نفس الكميه، كيل 2 كيسان تاع حليب، كاس تاع مازار، كاس تاع زيت، كشغل نص كاس. ها هكذا. ومن بعد نولي نجيب السكر كلاصي تاعي. انا استعملت المرجان وانتم ثاني من احسن المرجان البنات. هو في الكلاصاج المرجان هو المخير. ها اني كنت مصيراته وقلبته، صيرته بالصفايه او بالصيار، ومن بعد باش كيما حنا نقولوا باش ما يقعدش سايح لي والله قلبته في لي ساشي تاوعو. ميم المرجان ما يخليش حبيبات ويجي رطب ما شاء الله. بعد ما خلص السكر كلاصي دوك نولي نلوح يدي ونعجنو عجين. شوفوا كيفاش البنات راني نعجن فيه باش تعرفي القوام تاعو. الكلاصاج ثاني اني كنت مديرته، شوفوا باك في الفيديوهات دوك تلقايهم. والله غير كنت حابه نعت لكم كلش بالتفصيل باش نهي البنات، ما حبيتش نطول في الفيديو بزاف، راهو جاني طويل. على بالكم بلي جاني حوالي ساعه باش نهي راني نقصت منه قلبته حتى ل 20 دقيقه. نحكم هذاك الكلاصاج تاعي ساير داير هكذا. البنات العجينه هذه راهي تجي مبسه بزاف، راني نسيت ما قلت لكمش على بها كي تعود واحد كلاصي واحكموها مليح او كيما حنا نقولوا احكموها بيدكم كامله. كيما راني نكلاصي انا راني حكمتها في 3 صباع هكا. ما تحكموش كيما حنا نقولوا بالفرشيطه ولا بالمغرفه، راهي تجي تذوب في الفم. هذه الوصفه هذه تذوب في الفم. انا كنت نديرها من بكري، واش اللي كنت ندير فيها كيس تاع كوكيو وندير فيها كيس تاع كاطو بيمو. كي عاد الكاوكاو غالي راني ما درتوش. ها جيت لهنا للموديل الثالث بعد ما خلصت هذاك تاع الكلاصاج، وراني درتهم في يومين البنات. هذا ماشي في نهار واحد، نص درتو مور المغرب والنص كملتو الصباح. شوف عندي لهنا الكيله تاع هذاك شفتوا هذاك الكاطو اللي كنا درنا البنات اللي درتو في لاراب. شوفوا كيفاش يولي يجيك شغل كوكاو، حليته من بعضه يولي في صوص كيما الكوكاو ولا كي اللوبيا. زدت انا كيله تاع قطايف محمصه ثاني، وزدت نص كيله تاع حلوه الترك. حلوه الترك يعني مش شرط ديري نص كيله ولا واش هي، راهي تجيك برينه. جبت انا الصوفيا، هاي الصوفيا اللي قلت لكم عليها. شوفوا كيما نعدتها لكم في الفيديو اللي فات تاع الكاطو. شوفوا نسيت المغرفه والله ما توليت ليها. كيما نعدت لكم الفيديو تاع اللي فات قلت لكم كوموند تاع هذاك بنيون تاع المكسرات. كانت كيما حنا نقولوا كي عاد ذايبه جات سائله بزاف. قلت لكم دوك تجمد تحكم القوام تاعها. هذا هو القوام تاعها، تجي ما شاء الله. نتوما تقدروا تحكموا فيه. عجنت انا غير بالصوفيا. تقدري تعجني بالكونفيتير، تقدري تجيبي العسل تغليه حتى كيما حنا نقولوا يولي القوام تاعو ثقيل وتفرغيه باش تحصلوا على شكل نوكا. تقدري ثاني اختي ديري شوي شيكولا وشوي كابريز. ها انا درت صوفيا كراميل باش نتحصل على الذوق تاع النوكا. شوفوا كيفاش جات مرمله، ما نخليوهاش حتى تولي سائله معنا. دونك جبت البلاطو تاعي ونولي نلضها في بعضها باش من بعد كي نولي نقسم نتحصل على كيما نقولوا عجينه متماسكه. استعملت انا هذا ليغون باش العجينه ما تلزقليش في يدي وتعبني. هكذا هي. عن بالكم ما كنت تلوضوها في يديكم تلقاوها هكا يابسه، كيما ماشي يابسه تلقاوها متماسكه. كي عاد هكذا برك في البلاطو تحسوها كشغل مرمله. حكمتها ثاني بالحلاله، ما توليهش نورمال ندير قطعه بلاستيكيه باش نولي نحلل باش هذاك الكاطو تاعنا ما يلصقناش في الحلاله. خلاص شوفوا كيفاش ولا. خليتها في ثلاجه حوالي ساعه باش تحكم روحها، ومن بعد نحيتها قطعتها. هذا هو الكاطو تاعنا البنات. ان شاء الله يعجبكم الديكور. راني منعت لكمش كل وحده والديكور تاعها، كل وحده وتتفنن في الكاطو تاعها. انا هذاك الكعكات زدت لها لمسه خفيفه، زدت لها الورد المجفف. اما هذاك تاع الليمون واش درت له؟ عندي سيليكون تاع العنب تاع القارص. نتوما خيروا الديكور اللي تحبوه. شوفوا باتيك انا كانت عندي في الصفراء وما عنديش في الخضراء، والله لقيت غير الموف درت الريشات موف كيما راكم تشوفوا هكذا. يعني ديري برك واش عندك في دارك، ديري خطوط عشوائيه والله. هذه بالنسبه للكاطو تاع الليمون. اني درتو البريون ثاني من الفوق.
ويجي الكلاصاج هذا خفيف 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 بزاف. اما الكاطو تاع النوكايه البنات شوفوا كيفاش جا. انا ولي درت له هذا الديكور، اني قلت لكم نتوما كل وحده واش حبت. انا كانوا عندي بما اني نخدم لي كوموند للعرايس للافراح، تسمى ديما عندي هكذا شويه مكسرات ولا. انا وليت درت ديكور يعني حبيت خفافي شوي بندق لاكاجو زدت سيريز هكذا، ودرت لاجولي من الفوق. اما هذا كنت شفتوه درت لمسه خفيفه فقط هكذا بالبريون. ان شاء الله يعجبكم هذا الكاطو او هذه الحلويات اقتصاديه وراقيه، كاطو بريستيج. ان شاء الله ان شاء الله نكون خفيفه عليكم يا البنات، ونقول لكم كثر خيركم بزاف على دعمكم ليا، كثر خيركم بزاف على التعاليق، قد ما نشكركم من في شحالكم. اذا عجبكم الفيديو خليوا لي علامه الاعجاب. ان شاء الله تكونوا فهمتوا كامل الوصفات، مع اني يعني زربت في الفيديو شويه معليش. نقول لكم مع السلامه والى الملتقى ان شاء الله.